السلام عليكم واهلا وسهلا بكم متابعي قناة رمضانكم في فيديو جديد. فيديو اليوم راح نتكلم عن مسلسل حامض حلو الجزء الرابع. مسلسل حامض حلو بعد سلسلة الأجزاء من برنامج حامض حلو يعود العمل مرة أخرى بالجزء الرابع على شاشة MBC العراق في رمضان 2023. ويشهد هذا المسلسل لأول مرة غياب الفنانة العراقية آلاء حسين. قصة مسلسل حامض حلو تدور الأحداث في إطار كوميدي حول العديد من المواقف التي تواجه الإنسان بشكل يومي في حياته العادية. ومن بطولة مسلسل حامض حلو الجزء الرابع هذا الموسم سيكون كل من إحسان دعدوش وعلي جابر وناريمان الصابوري وفوزي حسن وعلي الملاك وصب إبراهيم ورضا طارش، والأول مرة يشارك مأمون نطاح ورائد أبو فتيان. كما يشارك في هذا الجزء أيضا مجموعة من الفنانين الجدد يلي ينضموا في مسلسل حامض حلو، كل من زهور علاء وعباس الشيباني وأحمد نسيم وخالد عمران وكرم ثامر وساندي جمال وغيرهم من الفنانين. وهو من إخراج المخرج أسامة الشرقي وتأليف مجموعة من الكتاب. المسلسل راح يعرض إن شاء الله على شاشة MBC العراق وأيضا على منصة شاهد. وحنا هنا نصل إلى الختام. لو عجبك الفيديو أتمنى من حضرتك تدعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلك كل شيء جديد وحصري على القناة. على أمل اللقاء فيديو جديد آخر، مع السلامة.